فتوح دي المره المليون، دي المره التريليون، ده حقيقي. واللي لسه هيعملها. يعني دي ليست المره الاخيره. ولا يشعر بالندم، ولن يشعر بالندم، ولا يرى نفسه ولا يرى نفسه مخطئا اساسا. وشايف ان احنا اللي غلطانين. انتوا مهتمين بيه ليه؟ سهرت ساعتين ورجعت البيت في ايواني، كان الساعه 12 بالليل، كان في تدريب. وده منطق برضه، 19 كان في تدريب بس كان في معسكر. ده حقيقي. بتتفق او بتختلف على فكره ان المفروض تصرفاتي كلاعب خارج الملعب، بما اني بأدي بشكل كويس، انت مالكش علاقه بيا اروح اسهر اشرب؟ انا ماليش علاقه طبعا في اي امر شخصي يخصه، براحته. هو جمهور الزمالك زعل ليه واداره الزمالك خدت قرار بايقافه ليه وتغريمه مليون جنيه؟ انت قول لي. انت اكيد عشان كذب عليهم. اللي هو انا عمي مريض وعاوز اجازه يومين عشان اقعد معاه. اتفضل. فلاقيك ممكن تبقى رحت المستشفى لعمك وطلعت بعدها سهره، بس مش للدرجه دي. طب ما انت كنت ممكن تستأذن الساعتين دول وترجع المعسكر. لكن انا ليه تعاقب؟ عشان انت سهرت ولا عشان ضحكت عليا؟ عشان ضحكت عليا. ما هو ممكن مين قال ان فتوح ما بيسهرش كل يوم في الايام العاديه؟ حد يتكلم